يا صباح الفل والهنا والسعادة على كل مستمعينا ومشاهدينا سواء على الراديو أو على الفيسبوك. عودة بعد أجازة، لسه بحاول أفوق من الأجازة. تقريبا محتاجة أجازة تاني على الأجازة عشان أعرف أفوق، لكن بحاول أفوق معاكم. يوم جديد ويوم حلو ويوم مختلف، يا رب. بصلي من قلبي لكل تحدي بنقابله وبنعدي بيه خلال يومنا النهاردة أو خلال الأسبوع اللي جاي أو عدى علينا وقت ضغط الأسبوع اللي فات، إني نقدر نعديه، نقدر نتعامل معاه بطريقة صح بدون ما يكون بيأثر علينا ويرهقنا. وحتى لو ده حصل لوقت بس، حلو قوي ان احنا نعرف نتعامل معاه. بصلي من قلبي ان الاسبوع الجاي ده يبقى مختلف. مش مختلف لازم يكون في حاجة حلوة، يعني احيانا الاختلاف ممكن تبقى حاجة مش افضل حاجة مستنيينها، او ممكن يكون الاختلاف كمان احيانا تحديات بتقابلها. بس اللي انا مصدقة فيه ان ايا كان التحدي ايا كان الاختلاف اللي بنعدي بيه بيكبرنا وبيعلمنا. لسه كنت باقول لواحدة امبارح صاحبتي كنا بنحكي سوا، فباقول لها بالعكس ده أنا اللي عدّيت بيه دوّقني حاجات جديدة ما كنتش أعرفها، دوّقني طعم حاجات مختلفة، دوّقني يعني إيه خذلان، يعني إيه ظلم، يعني إيه وأنا باتكلم عن ده اللي هو استغربت نفسي، اللي هو أنا في وقت الحدث نفسه ما كنتش حاسة بكده وكان وقت تقيل بالنسبة لي، لكن لمّا بديت أحكي لأ، في حاجات أنا اتعلمتها حتى لو كانت مؤلمة بس طلعت بيها وكبّرتني وخلّتني شخصية أقوى بكتير أوي من اللي عدّيت فيه. يومكم جميل ويومكم حلو، بافكّركم مكمّلين مع بعض لايف على الفيسبوك وعلى الراديو لغاية الساعة 10. تقدروا تبعتوا لنا كل رسايلكم على الinbox أو على رقم التليفون 0035 7995553302، واتساب، فايبر، تليجرام. كمان تقدروا تحمّلوا الأبليكيشن من على أي app store أو جوجل بلاي وتسمعوا البرنامج. ولو في أي حلقة فاتتكم وحابين ترجعوا لها، وخصوصًا النهارده لإن عندنا حلقة وعدتكم إن أنا هاكمّلها، كُنّا بنتكلّم فيها، فهنحتاج نرجع لها. ينفع ترجعوا لها تلاقوها موجودة على الSound Cloud وبدون فواصل وبدون ترنيم. كمان تقدروا تتابعوا البرامج اللي بتنزل على اليوتيوب، كل البرامج المسجّلة لينا channel على اليوتيوب. تعملوا subscribe راديو سما وتوصل لكم كل البرامج بتنزل لينا. كنا بنتكلم في حلقة يوم 12 عن الأفكار السلبية وإزاي نعرف نتعامل معاها، والأفكار دي بتيجي منين، وإيه الفرق بين الأفكار التلقائية والأفكار المقصودة. وقعدنا بنتكلم كتير قوي على النقطة دي بتفصيل أكتر. الحلقة دي بتاريخ يوم 12. هحاول لو عرفت ان انا انزلها في التعليقات النهارده لينك الحلقه علشان تحبوا ترجعوا تسمعوها، لان الحلقه بتاعت النهارده مرتبطه قوي بالحلقه اللي فاتت. اتكلمنا عليها وقلنا ان ازاي الافكار بتاثر على المشاعر وبالتالي بينتج عنها سلوك. والنهارده كنت اتفقت معاكم ان احنا هنكمل ان الافكار دي بتيجي منين، وايه اللي ورا الفكره اللي بتكون عندي دي بتيجي منين، وايه المصدر بتاعها، وازاي اتعامل معاها. النهارده بقى الحلقه بتاعتنا عن المعتقدات. يا ترى المعتقد بتاعي بيجي منين؟ الافكار اللي عندي دي مصدرها ايه؟ مين الناس اللي بتديني الافكار دي، او مين الناس اللي بتاثر على المعتقدات بتاعتي دي؟ ولغايه فين المعتقدات دي بتاعتي بتاخدني لسلوك وحياه ممكن ما تكونش هي اصح حاجه؟ ويا ترى المعتقدات اللي بتتزرع في دماغي من وهي صغيرة دي خلاص من وانا صغير ما ينفعش اتعامل معاها، ما ينفعش افكر فيها، ما ينفعش افحصها؟ ولا ايه المعتقدات دي اتعامل معاها ازاي؟ ومين الناس اللي كانوا سبب في ان المعتقدات دي تكون جوايا؟ وازاي اعرف ان المعتقد ده صح ولا غلط؟ ايه المقياس بتاعي اللي انا بقيس بيه؟ وازاي اتصرف لو انا عندي معتقدات غلط وافكار غلط؟ ويا ترى إيه التأثير اللي بيبقى عندي نتيجة المعتقدات دي؟ كل دي أسئلة وكل دي أفكار، وأتمنى إن الحلقة تكفينا إني أكمل الموضوع، لأني موضوع شيق أوي ومهم أوي ومرتبط أوي بالحلقة اللي فاتت. هيفهمنا أوي لو حد كان عنده شوية لخبطة في الحلقة اللي فاتت، فهيكون بيكمل معاه. هنطلع فاصل ونرجع نبدأ ونشوف
إيه هي المعتقدات اللي اترسخت في أذهاننا ومعتقدات مش صح، معتقدات غير منطقية. بعد الفاصل هنرجع نبدأ حلقتنا، ما تروحوش في أي مكان، وخلي صباحكم صباح سما مع جوني. ورجعنا لكم تاني وبنبدأ حلقتنا النهاردة تكملة للحلقة اللي كانت بعنوان التعامل مع الأفكار السلبية. والنهاردة الجزء الخاص بالمعتقدات، اتكلمنا على الأفكار السلبية واتكلمنا التفكير، الأفكار عموما بتتكون ازاي، وإيه الفرق بين الأفكار التلقائية والأفكار المقصودة. وقلنا ان الأفكار التلقائية تقريبا هي اللي بتشكل أو هي اللي بتتحكم في أغلب ردود أفعالنا. هي بتحصل بدون وقت، بدون مجهود، بتبقى حاجات زي الدماغ اتبرمجت عليها. فأنا باصحى الصبح باحط نسكافيه، باقلب الكوباية، باشربها بدون ما باركّز في الخطوات اللي أنا باعملها. اتعودت على كده، اتعودت أركب العربية، أشد الحزام، أمشي، أسوق، أتحرك ناحية بيتي، عارف المطبات فين، عارف بادّي إشارة، بدون ما بافكّر في الأفكار ديّة. حاجات تلقائية بيكون ليها رَد فعل معيّن. وقُلنا إن الأفكار بينتج عنها مشاعر، والمشاعر ديّة بينتج عنها سلوك. وأيًا كان بقى السلوك اللي بينتج بيكون رَد فعل للأفكار، سواء الأفكار دي إيجابية أو الأفكار دي سلبية. الأفكار هي اللي بتعمل المشاعر، فبالتالي بينتج عنها سلوك. وقُلنا مثل قبل كده بسيط، إني لو أنا مثلًا في شُفت إني مراتي أو جوزي ماسك موبايل وبيتكلم، فممكن فكرة تكون جوايا إن هو بيكلم واحدة أو بيخونّي، أو هي بتكلم واحد وبتخونّي وهكذا. الفكرة دي مش بتبقى جاية من الهوا، بيبقى ليها حاجة دفينة وراها أو حاجة مستخبية هي اللي نتجت عنها الفكرة دي. يعني الفكرة دي جت من حاجة، الحاجة دي بقى اللي بنتكلم فيها النهاردة، أو عنوان الحلقة النهاردة هو المعتقد. المعتقد اللي بينتج عنه الأفكار بتاعتنا دي، والأفكار هي اللي بتحركنا، وبالتالي بينتج عنها مشاعر وبينتج عنها سلوك، والسلوك بينتج عنه فكرة، والفكرة بينتج عنها مشاعر وسلوك، وهكذا بنمشي في الدايرة دي. بنصبح على الأسيس إيليا، بيصبح علينا وبيقول صباح الطاقة الإيجابية، صباح الثقة والقوة، صباح الخير والبركة عليك حضرة الأسيس، يومك جميل. المعتقدات، الأفكار التلقائية في أوقات كتير قوي هي اللي بيبقى السبب بتاعها المعتقدات المحورية، بينتج عنها الأفكار دي، بيبقى ليها عمق. المعتقدات دي جاية منين؟ وإيه اللي خلّى يكون جوايا إني طالما جوزي ماسك الموبايل فبيكلم حد وما قاليش هو بيكلم مين فهو بيخونّي؟ وإيه اللي خلّى إني أنا طالما ابني سهران فهو بيعمل حاجة غلط؟ أو طالما مش عارف بابا اتأخّر فهو في حاجة غلط، أو حاجة وِحشة ممكن تكون بتحصل له. أو إيه اللي يخلّي عندي فكرة طالما حسّيت بألم معيّن في جسمي، لأ ده أكيد مرض خطير وأنا مش هاتعالج منّه. الأفكار دي كلها، هل أفكار جاية كده يعني من الهوا، والّا ليها أساس والّا ليها عمق بترجع ليه؟ كل الأفكار دي أيًا كان سلبية أو إيجابية بيبقى ليها معتقد اتبنت عليه، والمعتقد دوّة هو اللي بيعمل الفكرة ديّة. طب يا ترى المعتقدات بتاعتنا ديّة مين مصدرها؟ مين مصدر المعتقدات اللي اترسخت فينا؟ أحب أسمع رأيكم في النقطة ديّة. إيه المصدر الأساسي في المعتقدات بتاعتنا؟ المعتقدات ديّة جاية منين؟ اتكوّنت إزاي؟ بقيت عندي إزاي؟ وهل المعتقدات ديّة اللي اترسخت عندي من وأنا طفل، ينفع دلوقتي إن أنا أفحصها وأشوفها وأفكّر فيها والّا لأ؟ وده هدف الحلقة النهارده، إن إحنا محتاجين نوصل ليه، إني أنا أوصل إني أفحص كل الأفكار أو أغلب الأفكار أو المعتقدات اللي عندي، وأشوف هي مصدرها إيه. هي عملية صعبة جدًا ومش سهلة جدًا، بس زي ما قُلنا إني أنا بالاقي نفسي باتصرّف تصرُّف معيّن أو بافكّر بطريقة معيّنة، وباحس إن التفكير دوّة أو الطريقة ديّة واخداني في سكة مش مُريحة، مُتعبة. بديت أسمع حلقة فنوّرتني، بديت أقرا كتاب فنوّرني، فاحس إن في حاجة غلط. فدي بتفتح عينيّا على معتقد عندي موجود، أنا محتاج أفكّر فيه ومحتاج أفحصه كويس أوي وأشوف هو جاي منين. المعتقدات اللي عندي، المعتقدات ديّة بتكون مسؤولة إن هي
بتعمل زي برمجة لدماغي أو طريقة معينة أو برنامج وسيستم ليا بيخليني أعرف أتعامل بيه مع الناس، أو أتعامل بيه مع الظروف، أو أبص بيه للعالم بمنظور مختلف. فالمعتقد اللي جوايا هو اللي بيخليني أتعامل مع كل الحاجات اللي حواليا، سوري، بيديني المنظور اللي ابص بيه للناس اللي حواليا، بيديني الرؤيه العامه كده اللي انا ابص بيها للناس اللي حواليا، وابص بيها لنفسي، وابص بيها للاحداث وللتفاصيل اللي بتحصل. فالمعتقد ده هو اللي بيحركني، المعتقد هو اللي بيشكل كياني، هو اللي بيشكل طريقه تفكيري، هو اللي بيشكل طريقه حياتي، هو اللي بيقودني وهو اللي بيمشيني. شئت ام ابيت ده اللي بيحصل. وأنا وحظي بقى المعتقدات اللي كانت عندي أو اترسخت عندي من وأنا صغير، معتقدات حلوة أو وحشة وكبرت بيها، فأنا تمام عايش بيها، وأنا شايف اللي أنا عايش بيه ده وهو تمام. أنا مش شايف إن حاجة غلط. أنا شايف إن كل الناس، كل الرجالة خاينين. أنا شايفة إن كل الناس حواليا بتكذب، إن مفيش حد صادق، إن مفيش حد بيتمناني الخير. أنا شايفة إني أنا ضعيفة، إني أنا مش هاقدر أعمل حاجة لوحدي، أنا محتاجة دايمًا حد جنبي. أنا شايفة إني أنا فاشل، أنا غبي، أنا مش بافهم، أنا عمري ما هانجح. دي كلها أفكار موجودة جوانا، ممكن تكون جوانا، مش كل الناس عندها، بس وارد تكون عند ناس كتير أوي. يا ترى الأفكار دي جات منين؟ يعني إيه اللي ورا جملة أنا فاشل؟ إيه ورا جملة إن كل الرجالة خاينين؟ إيه اللي خلّى المعتقد ده يكون عندي؟ إيه اللي خلّى المعتقد يكون أول ما أرن على حد ما بيردش عليَّ، غالي عليَّ، يعني ييجي لي أول فكرة إن الشخص ده حصل له في خطر أو حاجة وحشة، وبالتالي تحصل عندي مشاعر قلق وخوف واضطراب، وبالتالي يعمل عندي سلوك مش أفضل حاجة، سواء إن أنا باتعب جسديًا أو باجري أفضل أرن كتير على الشخص ده بشكل مبالغ فيه، أو أرن على ناس حواليه. إيه المعتقدات اللي بتحركني؟ وده النهارده اللي عايزين يعني ندخل العمق فيه مع بعض ونشوف الدنيا هتمشي إزاي. الأفكار التلقائية زي ما قُلنا مش دايمًا غلط، لإن هي آآ دايمًا بتيجي من معتقدات، وقُلنا المعتقدات دي ممكن تبقى غلط وممكن تبقى صح. النهارده أكتر تركيزنا على المعتقدات الغلط اللي طلعت جوانا ومعانا، ومحتاجين نفحصها، ومحتاجين نتأكد إن هي حقيقي صح والّا حقيقي غلط. بعد الفاصل هنشوف المعتقدات المحورية ديّة بتعمل إيه وبتسبب لينا إيه. وواحدة من الحاجات القوية اللي بتسببها المعتقدات المحورية جوانا شعور بقلق، أو شعور بعدم أمان، أو شعور بتوتر طول الوقت. هنشوف الأفكار دي بعد شوية، وهنشوف مصدرها، وهنشوف مين الناس اللي كانت مسؤولة عن المعتقدات دي إن هي تكون جوانا. بعد الفاصل ما تروحوش في أي مكان، وخلي صباحكم صباح سما. غني بالتسبيح والحمد على راديو سما. ورجعنا تاني معاك في الرحلة مع جوني، وبنتكلم النهاردة عن المعتقدات وإيه المصدر، أو إيه سبب المعتقدات اللي جوانا، واتكونت إزاي، وإزاي بتأثر علينا وعلى أفكارنا وعلى مشاعرنا وعلى سلوكنا. وقبل الفاصل على طول كنت بقول إن مش دايما الأفكار التلقائية بتبقى غلط، أو بتبقى حاجة مش حقيقية. بالعكس، في أحيانا كتير قوي بيبقى التفكير التلقائي اللي جالي تفكير حقيقي، وأحيانا كتير قوي بيحصل. آم، فلو أنا مثلا في بخلص ورق في مكان ما، بخلص رخصة في المرور، وجالي فكرة إني أنا مأخر، فأنا هوصل الشغل متأخر، فالمدير بتاعي هيوبخني. فده وارد إنه يحصل، مش بعيد إنه ما يحصلش، فوارد فعلًا إنه يحصل. الست اللي بتشُك إن جوزها طول ما ماسك الموبايل هو بيخونها، حقيقي ممكن يكون كلامها صح ويطلع كلامها صح جدًا. اللي أنا حاسة إن اللي حواليّا بيكرهوني أو مش بيحبوني، ممكن يكون شعوري حقيقي وفي محله فعلًا. إيه الفيصل اللي بيقول لي إن الأفكار بتاعتي ديّة حقيقية والّا لأ؟ اللي بيبقى ورا الفكرة ديّة، اللي ورا الشعور اللي أنا حسيت بيه دوّة، جاية منين، مصدرها إيه. فوارد إني أنا فعلًا لمّا تيجي تفكّر أنا خايف إني أنا لمّا أروح الشغل متأخّر فالمدير بتاعي يوبّخني، وممكن كمان يرفدني من شغلي، يرفدني من الوظيفة بتاعتي، فدي حاجة ممكن تكون مُقلقة. فده
وارد انه يحصل، وارد يكون حقيقي. الفكره انا بشوف بقى المشاعر اللي عندي دي او الفكره دي مصدرها ايه، والمصدر بتاعها ده او المعتقد بتاعها ده حقيقي ولا لا. فانا محتاجه افحص المعتقد اللي مسؤول، اللي بيخرج لي الافكار دي مع الاحداث، اللي بيترجم لي الحياه، اللي دماغي متبرمجه عليه، او البرنامج اللي في دماغي وعايشه بيه عمري كله وبتعامل مع الحياه من خلاله. المعتقدات المحورية سبب أساسي لو دورنا وراها في القلق اللي ممكن نكون بنعيش فيه وبنفكر فيه. منين بقى بتيجي المعتقدات دي؟ ايه المصدر الرئيسي بتاعها؟ القسيس مشاركنا بفكرة أحب أشارككم بيها. بيقول القسيس إيليا: المعتقد يتكون من مجموعات لا نهائية من الأفكار، سواء سلبية أو إيجابية، ترتبط بالبيئة والمجتمع والأسرة. وأرى أن أخطرها هي معتقدات التي تؤثر سلبيا على الإنسان فتشكل فيه انهزامية، أنا فاشل، أنا مظلوم، وإلى آخره. مثال كمان بيدوهولنا أن بيقول أنا بدخن علشان أرتاح، غير مدرك أن الدخان سأدخل في ألم بعد وقت يصل إلى الجلطة وأنواع متعددة من السرطان. فكرة زي ما قلنا قبل كده، المثل ده بيفكرني بالمثل اللي قلنا فيه اني انا اول ما ابدا اقلق انا هروح اكل عشان ارتاح، وبعد ما باكل المشكله اللي عندي ما اتحلتش، مشكلتي مع مديري ما خلصتش، مشكلتي مع جوزي ما خلص، لكن انا لما اكل هرتاح، وبعد ما باكل اما فيش منطق للجمله دي، انا بعد ما باكل بدخل، مش بعد ما باكل برتاح، فمش بتحللي المشكله. هكذا المثل اللي بيقول عليه حضرة القسيس كمان، المعتقدات بتتكون عندنا من مين؟ بتتكون عندنا من أهم حاجة، أو أكتر ناس بتأثر على المعتقدات اللي جوانا، وهي البيئة اللي أنا نشأت فيها، الأسرة بتاعتي. ودي أول تأثير وأهم تأثير وأخطر تأثير وأكبر تأثير ممكن تأثروا علينا، هي الأسرة بتاعتنا. باخد المعتقدات بتاعتي من الأسرة. فأنا طلعت في أسرة مامتي شايفة إن كل الرجالة خاينين، طول الوقت بتتكلم عن الرجالة بطريقة سلبية، كلهم مصطفى بحجر زي ما بيقولوا. فأنا طالعة وده المعتقد اللي عندي، فأنا هبتدي أتعامل مع أي راجل يقابلني في حياتي بهذا المعتقد. أنا طالعة في أسرة ربتني إني أنا فاشل لو ما جبتش الدرجات النهائية، أنا فاشل لو تميزتش في مهارة معينة، أنا فاشل لو ما طلعتش زي محمد صلاح في لعب الكورة، أنا فاشل لو ما لقيتش زي ابن عمي مش عارفة في إيه. فده المعتقد اللي أنا طلعت عليه، فأطلع مهما نجحت ومهما وصلت أنا حاسس إن أنا فاشل، أو ما ينفعش أفشل، لأني لو فشلت أنا مش مقبول وأنا مش محبوب. فده تأثير الأسرة، تأثير الفكر بتاع الأسرة، وده المعتقدات بتتكون من الأسرة. علشان كده الأسرة هي يعني هي المصدر الأول والأخير في تشكيل كياني. بيجي بعد وقت وبعرف أتشفي وبعرف أتغير من التأثير ده عليا، اللي ممكن في الوعي بعد شوية مع التقدم وبنتعلم كتير وبندرس كتير عن النفسية، لكن ده ما يمنعش ان في حياة انا عشتها بالمعتقدات دي، ومش بالسهل خالص ان انا بغير المعتقد ده، وبياخد مني مجهود طويل قوي، وان ما كانش انا بعد سنين كتيرة قوي انا عشت في المعتقد ده وتربيت عليه، وكملت جزء كبير من حياتي وانا عايشة والبرمجة دي في دماغي والمعتقدات دي في دماغي. أهم تأثير. علشان كده حلو قوي ناخد بالنا كأب وأم احنا بنقول ايه في الأسرة، احنا بنوصل رسائل ايه، مش بس سلبي. احنا ممكن ما نكونش بنقول كلام سلبي للطفل، يعني انا ممكن ما اكونش بهينه، ممكن ما اكونش بقول له انت فاشل، ولا بقارنه بحد، ولا بقول له بص فلان، ولا بقول له انت لازم تنجح علشان تبقى، ممكن ما اكونش بعمل ده، ولكن ممكن كمان بديله معتقدات غلط عن الناس اللي حوالينا، عن طبيعة الحياة والعالم. هو كده الغني بيفضل غني والفقير بيفضل فقير، هو مش عارف الناس حظوظ، هي فبديله أفكار ومعتقدات يفضل عايش بيها وبتمشيه وهو مش واخد باله.
فمش دايما الاثر السلبي اللي انا بعمله كاسره على ابني بس ان انا اكون بوجه له هو جمل سلبيه ليه او تعنيف او لكن انا كمان ممكن اكون بديله صوره مغلوطه، معتقد عن ربنا، معتقد اني انا لازم اعمل كتير عشان ربنا يحبني ويقبلني. ممكن اكون بغرس جواه اني انت مش هتتقبل عند ربنا غير لما تعمل حسنات، تاخد كتير قوي من السيئات اللي انت بتعملها، وانت لو عملت حاجة غلط فربنا مش بيحبك وربنا هيعاقبك. فانا بديله معتقدات وبخزن جواه معتقدات بتكمل معاه، وهو هيكبر بيها ويعيش بيها. بديله معتقدات عن الناس اللي حوالينا، خلي بالك الناس كدابة، خلي بالك محدش بيحب لك الخير، محدش بيحب لك الخير غير بابا وماما، خلي بالك الناس شريرة، خلي بالك الناس وحشة، وهكذا وهكذا. معتقدات كتيرة برسخها في ابني. فأول مصدر يعني بيأثر قوي على المعتقدات اللي جوانا هو الأسرة، أو البيئة اللي أنا اتربيت فيها. فالبيئة دي فيها الأسرة، فيها كمان المجتمع اللي أنا عايش فيه. المجتمع ده مدرسة، المجتمع ده ينفع النادي، المجتمع ده ينفع الكنيسة أو المسجد، المجتمع ده ينفع أي دايرة أنا بتعامل معاها برايا. ده كمان بيشكل المعتقدات اللي عندي. فأنا طالعة في مجتمع شايف إني المرأة ملهاش دور، ملكيش قيمة، انت مكانك في البيت. فأنا طالعة حسب اللي علشان أنا بنت، علشان أنا طالعة إني أنا ما ينفعش أعمل حاجات، أنا ما ينفعش أعمل أشتغل شغلانات معينة، وأنا طلعت بالمعتقد ده. فالمجتمع اللي أنا عايش فيه كمان ليه دور في المعتقدات اللي بتكون عندي وبتحركني وبتحرك بيها. المعتقد الديني اللي أنا بؤمن بيه بيقول لي حاجات عن نفسي، وبيقول لي حاجات عن الناس، وبيقول لي حاجات عن ربنا، وبالتالي بيأثر على المعتقدات بتاعتي وقناعاتي وإيمانتي. المدرسة اللي أنا فيها، المدرسين اللي اتعاملوا معايا قالوا لي على حاجات، وقالوا لي على حطوا فيا معتقدات وبديت أعيش بيها. أول الحاجة الكبيرة قوي والدائرة الكبيرة اللي ممكن تكون بتأثر على المعتقدات بتاعتنا، البيئة اللي أنا نشأت فيها، سواء الأسرة أو المجتمع اللي بيتمثل في المدرسة والكنيسة، الجامع، النوادي، وهكذا. جزء كبير من حياتنا ومعتقداتنا لو قعدنا نفكر هنشوف مصدرها الجزء ده. تاني حاجة بتأثر على المعتقدات بتاعتنا كمان هي خبراتنا احنا. يعني ده الجزء اللي شوية احنا واحنا صغيرين بنسبة كبيرة احنا ملناش تأثير فيه، ملناش تأثير عليه، احنا يعني منقادين ليه، او احنا سايبين دماغنا، احنا لسه اطفال صغيرين بنكبر مش عارفين، فدماغنا سايبينها بتدخل فيها افكار ومعتقدات كتير قوي احنا مش مركزين معاها. جزء شوية يبدأ بقى خبرتي انا الشخصية اللي تبدأ تكون معتقدات عندي. فخبرتي سواء بقى كانت إيجابية ولا سلبية، فأنا بني آدم بذاكر كتير لقيت نفسي بنجح، تمام، ولما بنجح بيتسقف له بيقول له برافو عليك وانت فاشل، فدي خبرة انا انت ناجح، انا عديت بيها حلوة، فعملت عندي معتقد انا طول ما انا بجتهد وطول ما انا بذاكر انا هلاقي التشجيع والتسقيف ده من الناس. طيب انا ذاكرت او ما ذاكرتش او حصل فشل ما في حياتي فما لقيتش المواجهه اللي خدتها من الناس، الحب والقبول، لا لقيت رفض، لقيت كلام سلبي كتير اثر فيا، فانا قيمتي في ان انا اجيب الدرجات دي. فترسخ عندي معتقد من خلال الخبره دي اني انا ولا حاجه بلا الدرجات بتاعتي، انا ولا حاجه بلا المجموع اللي انا هجيبه في اخر الترم بتاعي. بعد شوية أكبر واشتغل ويبقى معايا فلوس، فأبدأ أجيب عربية أو أدخل بوزيشن معين في شركة معينة، فلقى احترام من الناس عشان البوزيشن ده، والناس بتقابلني باحترام فيبدأ عندي معتقد من خلال خبرتي البسيطة دي إني أنا متقدر علشان أنا في منصب عالي، وأنا عارف أجيب دخل كويس قوي، وعارف يبقى معايا، وعارف يبقى مظهري كويس. بعد شوية أنا مش معايا فلوس، فبالتالي هحس ان انا ماليش قيمه، لاني انا المعتقد اللي اترسخ في ذهني انا طول ما انا معايا فلوس وانا بشتغل في منصب معين ومعايا عربيه شكلها مش عارف ايه وموبايل عامل ازاي، فانا الناس بتحترمني وبتقبلني وبدخل الاماكن تتفتح لي الابواب. انا دلوقتي مش معايا، وبالتالي المتبرمج عليه دماغي انا ماليش قيمه بدون الحاجات دي. فانا كمان خبرتي الشخصيه سلبيه او ايجابيه بتاثر وبتعمل معتقدات في دماغي بعيش بيها وبكمل.
وارد تكون مش بقول ان كل الخبرات اللي بنعدي بيها بتكون مش صحيحة، لكن انا بتكلم عموما الخبرات دي بتجيلي منين، او المعتقدات اللي عندي بتيجي منين. هو ده اللي بنتكلم عنه النهارده. مش بتناقش دلوقتي في الافكار صح ولا غلط. ما هو طبيعي انا لما اذاكر هنجح، يعني انا ده شفت دي ودي خبرة مش فاشلة او مش خبرة حلوة، لا بالعكس دي خبرة صح، خبرة بتعلمني ان انا اكون مجتهد. لكن قصدي اني عموما المعتقد بيجيلي منين، سبب أساسي الخبرة بتاعتي الشخصية. هنطلع فاصل ونرجع نشوف كمان حاجة بتأثر على الخبرات بتاعتنا وبتأثر على طريقة تفكيرنا وسلوكنا. بعد الفاصل ما تروحوش في أي مكان، لسه كلامنا كتير معاك في الرحلة. علشان رحلتك تكون ممتعة رغم صعوبتها، الله بنفسه بيدعيك تمشيها معاه. ورجعنا لكم تاني، لسه معاك في الرحلة. النهاردة بيفتش وبيدور وبيشوف المعتقدات بتاعتنا اللي ماشيين بيها في الرحلة جاية منين. ولأني مهم قوي أعرف إيه اللي بيحركني. زي ما قلنا إن المعتقدات اللي جوايا هي البرنامج اللي عندي اللي متجهز إن أنا أمشي بيه في الحياة دي. أنا بتعامل من خلاله مع نفسي، وبشوف نفسي ازاي وبشوف الناس ازاي، وبتعامل مع الظروف والأحداث، ورد فعلي للأحداث دي بيكون ازاي. فمهمة قوي قوي الحلقة بتاعت النهاردة اني انا اشوف المعتقد بتاعي جاي منين. مهم قوي ان انا افحص المعتقدات بتاعتي، لان المعتقدات هي اللي بتحركني، هي اللي بتمشيني في الرحلة شكلها ازاي. فالنهارده بنحاول مع بعض نفتش ونشوف كده واحنا بنتكلم. يعني انا وانا بذاكر وبحضر للموضوع ده، في حاجات بدأت تظهر عندي، وفي حاجات بديت اشوفها وافتكرت حاجات، ولقيت نفسي مشيت في معتقدات غلط كانت في حياتي واخدت فيها خطوات واتغيرت فيها. وكمان لقيت لا لسه في حاجات انا محتاجة اتحدى نفسي فيها واشتغل عليها كمان. فحلقة النهاردة ممتعة وعملية جدا، مش مجرد كلام، محتاجين نشتغلها مع بعض وندور مع بعض في المعتقدات بتاعتنا. قلنا المعتقدات بتتكون منين؟ بتتكون من 3 حاجات. بتتكون من البيئة المنشأ، من البيئة الأسرة أو البيئة المجتمع والمدرسة والكنيسة أو الجامع، وكمان من خبراتي الشخصية سواء كانت سلبية أو إيجابية. واحدة كمان التالتة اللي بيتكون منه المعتقدات بتاعتي هي خبرة الآخرين اللي عايشين حواليا. بتكون عندي معتقدات كمان الخبرة بتاعت الناس اللي حواليا، مش خبرتي أنا لوحدي. الأول نصبح على سوزان، بعتلها رسالة على الواتساب: صباح الخير، صباح الخير، صباح يسوع يشملكم كل العاملين في راديو سما. صباح الفل يا صديقتنا الغالية. بتقول المعتقدات ممكن تكون توارثناها أو أخدناها من الواقع والمحيط المحيطين بنا. بالظبط دي لسه بعتذر، بالظبط دي لسه النقطة اللي كنت بتكلم فيها. ان الناس اللي حوالينا كمان بناخد منهم المعتقدات بتاعتنا. فخبرة الناس اللي حواليا، وخصوصا لما يكونوا الناس اللي حواليا قريبين مني او غاليين عليا، فانا باخد الخبرة بتاعتهم وبتبقى بتترسخ عندي معتقد. فانا حد من اللي حواليا كان بيحس بألم معين خفيف، وفجأة اكتشف ان ده حاجة مرض وحش جدا. فالخبرة اللي اتكونت عندي اني اي ألم انا بحس بيه هيبقى مرض صعب قوي، او اي شعور ألم بحس بيه بجسمي انا كده عندي حاجة صعبة. ليه؟ لاني انا شفت الخبرة دي مع حد قريب مني قوي. شفت الخبرة مع قريبتي، من حد من العيلة جوزها سابها، خانها وسابها ومشي. فانا عندي تكون صورة ان الراجل ملهوش امان، وان الراجل ممكن يسيب زوجي ممكن يسيبني في اي وقت. فدي بقيت عندي الخبرة دي. انا ما عدتش بيها، بس انا شفت الناس اللي حواليا عدت بيها، فتكونت عندي
اتكونت عندي المعتقد دوا. فالمصادر الثلاثة للمعتقدات: البيئة اللي أنا طلعت فيها، وخبرتي أنا الشخصية، وخبرة الناس اللي حواليا. طب المفروض نعمل إيه مع المعتقدات دي؟ هقول لكم حالا، بس ناخد الأول حاتم بيصبح علينا. صباح نور، المسيح ينير ويبارك الجميع، ويبارك خدمة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت جوني، ويبارك خدمتك ويستخدمك بقوة لمجد اسمه القدوس دوما. شكرا يا حاتم قوي، يومك جميل ومبارك، وشكرا لصباحك الغالي. بيشاركنا كمان بآية أو صلوة، عذرا، بيقول: يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا وارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، واشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى إيحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك. سوف يرتد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. أمين يا حاتم، شكرا قوي. قوم أفكارنا. حلوة قوي الطلبة دي النهاردة نطلبها وإحنا بنراجع معتقداتنا جاية منين. بيشاركنا بآية كمان في تيموثاوس الأولى 1:4: إلى أن الروح يعلن صراحة أن قوم في الأزمنة الأخيرة سوف يرتدون عن الإيمان، منساقين وراء أرواح مضلة وتعاليم شيطانية. آمين. أمين يا حاتم، شكرا قوي. قولي يا حاتم، تأثير المعتقدات عليك من الناس اللي حواليك كانت عاملة إزاي؟ أو إيه المعتقد اللي أنت بقي موجود جواك أو بديت تاخد بالك منه وتفهمه وإحنا بنتكلم وإنت مش عارف مصدره، أو بديت تعرف مصدره وفهمت هو جاي منين وبيأثر عليك إزاي؟ لو تحب تشاركنا. زي ما قلنا إن الأفكار بتخلق مشاعر، بتخلق سلوك، فالسلوك ده بيعزز الأفكار فيخلق مشاعر، وهكذا بنلف في الدايرة دي. فمهم قوي أعرف الأفكار اللي عندي بتيجي منين. المشكلة اللي بتحصل لينا في المعتقدات دي ان احنا مش بنفحص المعتقدات دي، لكن احنا بنعيش بيها وبنستخدمها في ترجمة الواقع او فحص الواقع او نظرتنا للواقع اللي حوالينا. فانا بقيت بستخدم المعتقد اللي عندي، مش ان انا افحصه ولا افكر فيه، لا، انا بستخدمه واتعامل بيه في الحياة اللي حواليا، واتعامل بيه مع الاشخاص، واتعامل بيه مع نفسي، واتعامل بيه مع اللي بيحصل حواليا. فبقيت اني المعتقدات اللي عندي وبنسبة كبيرة، خلينا نقول مش كلها، بيبقى مشوه. فأنا بقيت بتعامل مع الواقع بالمقياس بتاع المشوه، وبالتالي التعامل بتاعي هيكون غلط. في مثل كده حقيقي حابة أستعين بيه من كتاب مهارات الحياة لدكتور أوسم وصفي، بيتكلم على فكرة إني إزاي يكون المسطرة بتاعتي سليمة وأنا بقي، إزاي المعتقد بتاعي علشان أعرف أتعامل بيه يكون كويس. فكان بيقول المثل ده وعجبني جدا. بيقول: في مهندس أخذ مقاسات مطبخ أو غرفة نوم تقريبا، أخد مقاسات كويسة قوي بالمقاسات بتاعه، بس المتر بتاعه ما كانش 100 سنتي، كان 90 سنتي. وأخد المقاسات بتاعت الأوضة دي وأخدها وتمام، وجاب الأوضة بعد ما خلصها بخشب حلو قوي وبتفاصيل جميلة، وبدأ يدخلها، فلقي إن الأوضة أصغر من اللي كان رسمها أو من مساحة اللي موجودة. بس أنا عامل بالمقاسات بتاعتي، أنا ماشي بمتر، أنا بقيس، أنا ما اشتغلتش بمزاجي. فهو شغال بالمتر بتاعه اللي هو 90 سنتي، ففي فرق 10 سنتي. ايه اللي بيحصل؟ ان بيجي مهندس تاني ويبدأ يشوفه ويقيس، يقولوا ان المقاسات غلط، يقولوا بس انا قايس على المتر، فيبدأ هو يقيس على المتر بتاعه اللي هو 100 سنتي. فلما يبدأ يقيس يقولوا لا، المتر بتاعك مش مظبوط، لكن المقاس الحقيقي انت عندك فرق 10 سنتي في المتر بتاعك. الباش مهندس هيتضايق ويتزربن، ولا ده انا باش مهندس انت هتعد، ويبدا يشوف اني لا، انا قايس بمتر. ففي حل من الاثنين: اما يفضل في العند دوا ان هو انا مصر اني انا قايس بمتر، وهو حقيقي على فكره هو مش شايف، هو بيتكلم صح، هو قايس بمتر واخد نفس المقاسات، هو ما غلطش فيها. او ان هو يبدا يشوف كذا متر تاني ويقارن بالمتر بتاعه. ومع
الاستمرار ان هو عمال يجرب امتار كتيره قوي بس المتر بتاعها مظبوط اللي هو 100 سنتي، فيبدا يدرك فعلا ان هو عنده مشكله في المتر بتاعه. ده اللي بيحصل معانا بالظبط، ان المعتقد بتاعي اللي موجود وترسخ جوايا وكبرت فيه هو معتقد مشوه، هو مش صح 100%. فابدا اتعامل في الحياه وابدا اتعامل مع الناس وابدا اتعامل مع ظروف من المعتقد دوت. انا بتعامل بالمعتقد اللي المسطره بتاعتي اللي بقيس بيها اصلا غلط. فلما بتعامل بيحصل ايه بقى اللي احنا بنشوفه في حياتنا عموما، اللي انا بشوفه واللي انا بكتشفه واللي انا بعيش بيه عموما. فاحنا محتاجين نعمل ايه النهارده؟ ان المعتقدات اللي عندي طلعت بيها من وانا صغير، انا وانا صغير وانا بيتقال لي ان انت فاشل، او انت مثلا مش مقبول، او انت بنت مالكيش دور، او انت بنت ما تقدريش تعملي حاجه لوحدك، لازم راجل جنبك، لازم مش عارف ظل راجل ولا ظل حيط. ابدا وانا ماشي لاني انا كبرت ما بقتش لسه صغير اللي هاخد الكلام ده واحتفظ بيه واتعامل بيه بدون فحص. ابدا بقى افحص المعتقد بتاعي ده وانا كبير بقى وانا ناضج. وانا صغير ما كانش ليا السلطه وما كنتش فاهم وما كنتش عارف، وكنت بطبيعه البراءه بتاعه الاطفال بستقبل كل المعتقدات اللي كانت بتجيلي دي. لكن انا دلوقتي كبرت، فانا محتاجه ان انا ابص شويه على المعتقدات اللي عندي، اشوف ان المعتقدات دي جايه منين، والمعتقدات دي صح ولا غلط، والمسطره اللي انا ماشيه بيها والبرنامج اللي ماشي جوايا وبتعامل بيه مع الناس صح ولا غلط. زي ما قلت في البدايه، فحص الافكار مش سهل. ان انا اغير معتقد انا عايش بيه بقالي سنين مش سهل. هقول لكم حته كنت المفروض يعني جت في ذهني وانا بحضر في الحقيقه قوي قوي. عندي معتقد كده كنت طالع عليه من خلال خبره حصلت في بيتنا، ان اي حد بيتاخر بره البيت فبيحصل له ضرر او في خطر او بيحصل له حاجه وحشه. وده لما بديت افكر انا طبعا ده انا عرفته لسه من كام سنه، انا الفكره دي كانت عندي منين والمعتقد ده كان جاي منين. فلما بديت اقرا وانا بحضر فهمت بالتفصيله كده الفكره دي كانت جايه منين. فلما كان عندي بابا اخر مره في شغل ليه وعمل حادثه وهو جاي واخر قوي، هو كان في الشغل وراجع واخر جدا علينا، ولما رجع اكتشفنا ان هو كان عمل حادثه ودخل مستشفى وتفاصيل كتير قوي. فبيه عندي القناعه ان اي حد بيتاخر بره البيت عن ميعاده ما بلغنيش يبقى كده في مصيبه. وده عمل ازمه كبيره مع بدايه جوازي مع جوزي، وخصوصا طبيعه شغله ان هو مش بيرد عليا او مش بيرد بسرعه. فكان بيبقى عندي خوف وقلق بشع، فابدا ارن كتير، ابدا اتصل بناس حواليه. هو مش فاهم انا ليه بعمل كده، وانا ما كنتش فاهمه ايه الخوف والقلق، بس انا كل اللي كان بيبقى في ذهني افكار مرعبه، اني اكيد حصل له حاجه، اكيد اتصرف، اكيد في خطر، اكيد عمل حادثه، اكيد مش عارف ايه. وتجي لي بقى افكار، واحنا عارفين بقى الافكار ايه، زي ما قلنا الافكار اللي بتيجي احنا مش بنعرف نحط لها حدود وبتسرح بينا قوي. فاكتشفت بعد شويه ان ده معتقد عندي، ان اي حد بيتاخر انا كبرت على دوا حدث حصل لحد في حياتي مهم قوي. فلما ده حصل اي حد بيتاخر هو في خطر، هو في مصيبه، هو مش هتعدي عادي. لما بديت اتعامل مع الفكره دي، يمكن دي بعد شويه قوي في اخر الحلقه، بس انا مش عارفه ليه حبيت اقولها دلوقتي، يمكن تشجعنا شويه ان الموضوع صعب بس هو بيريحنا بعد كده. اني لما بديت اتقبل الفكره دي او بديت اشتغل على المعتقد ده، اني مره واحده بابا اخر حصل فيها حادثه، لكن باقي العمر كله اني ما حصلش ليه انا مسكت في الخبره دي بس وحطيتها. واني كل السنين اللي فاتت لما جوزي بيتاخر وانا برن عليه بيطلع هو ما فيش اي حاجه خطر، لكن هو ظروف شغل، بيتكلم مع حد او مش سامع الموبايل فصل شحن، ايا كان التفاصيل. فالموضوع هدى من قلقي ومن توتري اللي كان دائم ومصاحب ليا طول الوقت مع اي تاخير، وخصوصا ان طبيعه شغله كان فيها التاخير وعدم الالتزام بالميعاد، ان انا جاي في ميعاد محدد يعني. واشكال من دي كتير، ان الموبايل يفصل، ان الموبايل ما يسيبه في مكانه وهو يبقى في مكانه وهكذا. فلما بديت اتعامل مع المعتقد الصعب قوي هو غير في هداني، فخلاني انا عايشه في اقل توتر، اقل قلق، اقل خوف ورعب على الناس اللي حواليا.
دي حتة كده حبيت أقولها، المفروض كنا هنتكلم فيها في الآخر، بس أنا افتكرت الحدث ده وأنا باحضّر في الحقيقة وحبيت أشارككم بيه، من خبرة لمعتقد كان عندي، وطبعًا في من ده كتير أوي معتقدات عدّيت بيها كمان. بعد الفاصل لسه في تعليق، عايزة آخده كذا تعليق، هارجع ناخدهم بعد الفاصل. أندرو كاتب لنا تعليق، وحاتم كمان بعد الفاصل على طول هنرجع ناخدهم، لسه مكملين في رحلتنا في البحث في المعتقدات بتاعتنا جاية منين. فكّر معتقدك النهارده جاي منين وإيه اللي محتاج يتغيّر فيه. اوعوا تروحوا في أي مكان وخليكم معانا. رنن من قلبك على راديو سما. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين صباح سما لغاية الساعة 10 لايف على فيسبوك وعلى الراديو. في تعليقات وقع مني بعتذر هرجع أقراها. الأسيس إيليا كاتب بيقول: نحن نصنع معتقداتنا، ولأن المعتقد مكتسب فيمكن العمل على تغيير المعتقد لنضع أمامنا أن الحياة إيجابية، سنعيش بطريقة أفضل، الحياة متطورة مبهجة، الحياة جميلة نعيشها بالفرح والحب والعطاء والبهجة والسرور. حلوة آخر جملتين مشجعين قوي مبهجين. وحقيقي لأن المعتقدات إحنا مكتسبينها مش نازلين بيها زي ما إحنا فاهمين، فإحنا ينفع إن إحنا النهاردة الدعوة بتاعتنا إن إحنا في الرحلة نفحص المعتقدات دي ونشوفها جاية منين وإيه مصدرها. لينك الحلقة اللي قلت لكم عليه بتاع الحلقة اللي فاتت إزاي أتعامل مع الأفكار السلبية موجود في التعليقات، لأن الحلقتين مرتبطين ببعض. حلوة قوي إن إحنا نكون بنرجع ليها ونكمل، لأن بنتكلمنا فيها عن الأفكار والأفكار التلقائية والأفكار السلبية ومصدرها، وإزاي المشاعر بينتج عنها سلوك وهكذا. فالحلقة دي مهمة قوي، اللي يحب يسمع الاتنين مع بعض هيلاقيها موجودة. أندرو بعت لنا تعليق، أندرو إيليا بيقول: صباح الخيرات. صباح الخير يا أندرو. بيقول: تأثير المجتمع بشوفه قوي في نظرة الراجل للمرأة وإزاي الراجل بيتعامل معاها، ولما بيعملها سوري، ولما بتعامل مع رجالة من بلاد مختلفة كتير بتفاجئ إنه تقريبا نفس الفكر. مش فاهمة قوي قصدك، إني عايز تقول إن المجتمع في كل مكان واحد ولا إيه؟ يعني أول جملة فهمت إني لا، تأثير المجتمع مختلف، بعد كده فهمت شوية إني لأ، هو في كل مكان نفس المعتقد. فلو تحب تشرح لي أكتر أفهم قصدك يعني. حاتم بيقول لنا: الاعتقاد أحد أهم قوانين العقل الباطن الذي يلعب دورا هاما في حياة الإنسان، حيث يقول هذا القانون: الشيء الذي تفكر فيه أكثر من مرة وتضيف إليه شعورا وأحاسيس يصبح معتقدا. فالفكرة هي بداية تكوين المعتقد، وهذا يقودنا إلى التأمل في أفكارنا والسعي إلى فلترتها من الأمور السلبية، والتأكد في أفكارنا والسعي إلى فلترتها من الأمور السلبية والتأكد من سلامتها وحسن منطوقها. فالفكرة إذا وجدت ما يعززها تصبح شكا، والشك إذا تعزز بالأفكار أصبح ظنا، والظن إذا تجمع له ما يعززه صار معتقدا. وكلام كبير قوي يا حاتم ومهم. بيقول كمان: وهنا يقع المحظور إذا كانت الفكرة غير صحيحة سلبية، وذلك لأن عندما يركز الإنسان على ترديد المعتقدات في ذهنه من وقت لآخر فإن هذا الأمر يولد له ذبذبات تحقق له ما اعتقد به، وهذا الأمر أثبتته كثير من التجارب. عندك حق قوي إني المعتقد هو اللي بيحركني، وبعد شوية مش ببقى مدرك ان المعتقد اللي بيحركني وبيحرك سلوكي وبيخليني افضل مكملة، وانا مش واخد بالي ايه المعتقد اللي بيحركني ولا اللي بيخليني اشوفه. لكن انا بفضل ماشية وبتعامل بالبرنامج او البرمجة اللي قدامي وبكمل فيها وانا مش واخد بالي من دوا. زي ما قلنا ان فحص المعتقدات بتاعتي مش بالسهل زي ما احنا متخيلين او مش بالسهولة، لا هو محتاج مجهود. وزي ما اتفقنا ان رحلتنا كلها تحديات وفيها خبرات وبنتعلم ومحتاجة مننا مجهود شوية، بس لان الحياة تستاهل اني انا او الرحلة تستاهل اني انا اعيشها بافضل حاجة، فانا محتاج ان انا ابص شوية للمعتقدات بتاعتي. وارد بعد ما ببص بلاقي نفسي انا عرفت ان المعتقد اللي عندي غلط، بس انا هريح دماغي واكمل بيه، انا مش هتعب نفسي واغير، لاني ده هيدفعني ثمن وممكن يخليني اخد قرارات في حياتي واغير طريقة تفكيري، فابدا اعتذر لناس واعتذر عن افكار انا زرعتها واقول لا، فممكن تغيير المعتقد ده يكلفني كتير. فلا يا عم، انا كده تمام ومش هغير المعتقدات بتاعتي.
ده اتجاه احترم صاحبه واحترم رأيه، وكمان هيتحمل نتيجة الاختيار دوا، وكمان اللي هيفكر ويفحص الحاجات دي كمان هيكون ليه نتيجة للاختيار بتاعته. بس عموما المعتقدات اللي جوانا بتخلي جزء جوانا وبتخلق شعور عندنا دايما مش مريح، وخصوصا لما تكون المعتقدات سلبية. واحدة من ضمن الحاجات اللي دايما بتزرع عني شعور مش حلو ومتعب ومرهق جدا، اني معتقد كده بيقول لي انا لو معرفتش اعمل كل حاجة فانا فاشل، انا لو ما نجحتش في كل حاجة انا فاشل، انا ما ينفعش افشل، انا ما ينفعش ما انجحش، انا لازم اكون الاول دايما. وده جزء في الغالب من نشأة الأسرة والبيئة المحيطة بينا، اللي كان تقدير الأب والأم لعيالهم وهم صغيرين إني أنت لازم تكون ناجح وبس، أو تأثير المجتمع. مش لازم تكون الأسرة كمان هي اللي بتشجع على دوا، لكن بطلع عندي المعتقد أنا لازم أعمل كل حاجة، ولو ما عملتش كل حاجة صح فأنا أنا فاشل، أنا غبي، أنا مش ماليش لازمة في الحياة، أنا مرفوض، أنا مش مقبول. ويبدأ عندي شعور سلبي قوي، إحساس الفشل واليأس والإحباط دايما يكون محوطني نتيجة معتقد أنا واخده في حضني وعايش بيه، فيرهقني، فطول الوقت أنا مستنزف في أن أنا أكون الأول وأكون ناجح وأكون متشاف وباين، ويفضل يستنزفني في أن أنا أعيش في الحتة دي بس. وده بينتج عنه زي ما قلت اني انا بأحبط، لاني مفيش حد كامل، مبدأ الكمالية مش موجود، انا انسان مش كامل، والحياة مش كاملة حواليا علشان اوصل للحتة دي، فانا بفضل عافر في حتة هي مش هتيجي، لاني انا مش هعرف اوصل لها، انا مش هعرف اكون طول الوقت ناجح، مش هعرف اكون طول الوقت ناجح، هيجي عليا وقت وهفشل، هيجي عليا وقت وهقع في حاجات. فمعتقد اني انا ما ينفعش افشل ابدا، دي معتقد من المعتقدات الغلط اللي محتاجين نبص عليها تاني. مفيش حاجة ما ينفعش وأبدا ويستحيل والكلام ده. اكتشفت أنا كان عندي المعتقدات، جزء من المعتقدات دي إني لا أنا ينفع أفشل، مفيش حاجة اسمها لازم أفشلش أو لازم أنجح، لا عادي أحيانا بفشل وأحيانا مش بنجح. وده معتقد مهم قوي، حلو إن احنا نفكر فيه. معتقد تاني كمان وكان يعني كان عندي في مرحلة في حياتي إني أنا لازم الكل يحبني ويقبلني، يعني أنا كيوت، يعني أنا مش بعمل حاجة، أنا مش بضايق حد، أنا بحب كل، فأنت ليه ما بتحبنيش؟ ما ينفعش ما تحبنيش. لأن المعتقد ده وراه مش بس الجملة دي، إني أنا لو ما اتحبتش من ناس معينة أو من أشخاص معينين أنا كده وحشة، أنا مش مقبولة، أنا فيها حاجة غلط. لا، أنا لازم أكون مقبولة من الكل، لأني لما بحس إن في حد رافضني فأنا بقول لنفسي كده ضمنيا إني أنا وحشة. فعندي معتقد إني أنا لازم كل الناس تكون بتحبني، ولازم طول الناس تكون بتقبلني طول الوقت. وده معتقد بيخليني في وقت إني أنا مش الأنبياء نفسهم والقديسين مش كل الناس كانت بتحبهم ومش كل الناس كانت بتقبلهم، فطبيعي إني ناس هتقبلني وناس مش هتقبلني، ناس هتحبني وناس مش هتحبني. فده ما يخلينيش الصورة عن بتاعتي، الصورة عن نفسي تتاخد من ردة فعل الناس، هما بيحبوني ولا مش بيحبوني، أو سوري لو بيحبوني فأنا تمام أحب نفسي وأقبلني، لو مش بيحبوني خلاص مش هقبلني، وهكذا. فده معتقد من المعتقدات اللي بتحركني المغلوطة جدا، اني انا لازم اكون محبوبة ومقبولة طول الوقت من الناس، وده مش حقيقي. ومعتقد بيحطني في حتة كده بيزنقني فيها. هنطلع فاصل ونرجع، عندنا كذا معتقد هنحاول نفكر فيهم النهاردة. لسه الحلقة حلوة قوي، باقي وقت قليل بس باقي الحلقة دسم جدا، أشجعكم تكملوها للآخر، خليكم معي. لو في رحلتك أكبر تحدي إنك تتعامل مع الناس اللي حواليك، معاك في الرحلة هيسهلها عليك بشوية مبادئ وخطوات تساعدك. ورجعنا تاني. مارفن عادل سايبالنا تعليق حابة أشارككم بيه سوري. بتقول أنا لاحظت حاجة مهمة بتحصل، إن كل ما أنت بتكون كويس كل ما بيزيد قوة الكلام السلبي من الناس اللي عاوزة تحطمك. علاقة طردية، كل ما يكون الإنسان حلو كل ما بيصعب كسر
كسر ثقته في نفسه بكلام سلبي، فبيزودوا مستوى السلبية عشان يضمنوا تحطيمه. بتفق مع خبرتك اني احيانا كتير بنلاقي حقيقي من بعض الاشخاص ناس مصره ان هي بتديك كلام سلبي ومصره ان هي تحطمك. ده موجود، ما اقدرش انكره، حقيقي موجود قوي. بس حلو جدا يا مارفن اني تقولي لنا بتتعاملي ازاي مع الجزء ده، يعني لما بتتواجهي ان انت قدام ناس بتعاملك بالطريقه دي او طول الوقت مصره ان هي تحطمك وبتشتغل على النقطه دي بكلام سلبي وطريقه دي، انت بتتعاملي معاها ازاي؟ حلوه قوي لو تحبي تشاركينا خبرتك، هيفرق معايا ومع كل اللي بيسمعونا. شكرا لتعليقك قوي. ابو وليد بيقول صباح الخير. صباح الخير يا ابو وليد، يسعد صباحك ويومك جميل. اتكلمنا عن المعتقدات وبدينا دلوقتي نتناقش في بعض المعتقدات اللي ممكن تكون عند اي حد فينا، ممكن تكون جوانا واحنا مش واخدين بالنا. قلنا ان مهم نفحص المعتقدات. احنا دلوقتي ما بقيناش اطفال، طلعنا على معتقدات طلعنا بيها واحنا صغيرين، بس كنا صغيرين ومش عارفين نفكر في الحاجات دي. لكن دلوقتي عندنا القدرة ان احنا نقدر نقعد ونفكر ونشوف ايه المعتقد ده جاي منين. في معتقد كده اللي هو دايما زي ما ينفعش تصدق، انت لو صدقت تبقى ساذج. التصديق ده علامة السذاجة، ما ينفعش تصدق اي حد. اني ما فيش حد بيتمنى لك الخير، اني كل الناس دي بتكرهك، اني مفيش حد عايزك تنجح على فكرة، ومفيش حد بيفرح لحد بينجح غيره. ممكن كمان يكون من ضمن الحاجات اللي بنسمعها ان اي حد بيقول لي تعليق او بينتقد حاجة فيا، الشخص ده بيكرهني او بيعلق لي على حاجة، الشخص ده مش بيحبني. هو لو بيحبني مش هينتقدني او مش هيقول لي كلام. مفيش حد بيقول كلام هو قصده، كل الناس فيك وكل الناس بتقول كلام مش حقيقي وكله بيغني ومفيش حد قاصد الكلام اللي هو بيقوله. معتقدات او افكار بتبقى موجوده جوانا وبنبدا نعيش بناء على الافكار دي. اني انا مش محبوب ومش مقبول في وسط الناس، ما ينفعش ادي الامان لحد، وابدا اعيش بالافكار بالمعتقد ده جوايا. المعتقد ده هيعمل جوايا نوع من الشك طول الوقت، فانا مش قادر اثق في الناس اللي حواليا، مش قادر اثق في عيلتي، مش قادر اثق في اخواتي، مش قادر اثق في الناس اللي في الشغل، مش قادر اثق في اي حد، حتى لو كان دي خبرة أنا شفتها شخصية أو اتعاملت بيها مع الناس. لكن لما بكون بعممها، لأن المعتقدات في الغالب هي بتبقى عبارة عن خبرات أو زي ما قلنا أفكار اتزرعت جوانا من وإحنا صغيرين، وبعد كده بيبقى الحدث فرض أو حدث معين وأنا ببدأ أعممها في حياتي. فأنا قابلت في حياتي شخص بيكذب، فأصبح إن كل الناس بتكذب. عرفت شخص بيخون مراته، فكل الرجالة خاينين. بقيت أعمم اني مفيش في شخص مش بيفرح لي لما بنجح، او بشوف ناس مش بيفرحوا للناس لما بتنجح او بيعملوا انجاز، فكل الناس مش بتفرح لحد، مفيش حد بيفرح لنجاح حد، وابدا اعمم. ودي المشكله بتاعه المعتقدات، اني ببدا اعمم الاحداث اللي حصلت ليا. مارفن ردت علينا وقالت لنا اوقات بدافع عن نفسي بكل صراحه، وتاني حاجه بعملها بقطع على طول علاقتي بيهم. اتكلمنا قبل كده عن حلقه يا فكرتيني وانا بقرا التعليق بتاعك، اتكلمنا عن الحدود وازاي احمي نفسي من الكلام السلبي ومن العلاقات السلبيه، وحلقه كمان عن العلاقات ازاي اعمل الحدود وازاي اني اخد بالي قوي من كل الكلام السلبي اللي بيجي لي. حلوه قوي، لو تحبي تتشجعي وتسمعيها هتلاقيها موجوده على ساوند كلاود، هيفرق معاكي. حلوه قوي ان انت عارفه تحطي حدود لاي كلام سلبي ممكن يكون شايفه انه بيأثر عليكي بيرهقك او بيأثر على طريقه حياتك. برافو عليكي، بشجعك ان انت تكملي، ان انت تبقي واعيه لنفسك وواعيه ايه اللي بيأثر عليكي بالسلب. وفي نفس الوقت كمان المعتقدات والافكار اللي بتدور في ذهنك او بتسمعيها حلوه قوي ان انت تكوني بتفحصيها وتشوفي كلام الناس ده حقيقي ولا فعلا كلام ملهوش اي معنى او اي صحه. يعني المعتقد ده لما بعيش فيه اني بحس ان كل الناس بتتواطأ عليا، كل الناس اي اتنين بيتكلموا فالناس دي بتتكلم عليا، الناس دي اكيد بيقولوا عليا حاجه وحشه، اكيد بيعلقوا على شكلي، اكيد مش بيحبوني. فبيخلق عني نوع من الشك، انا مش قادر اني انا
اقبل دوا فبيوترني قوي، فطول الوقت انا عايش في شك في كل الناس اللي حواليا، عندي عدم ثقه، وده نوع بيرهقنا. الشك دوا بيرهقنا جسديا ونفسيا جدا لو انا عايش طول الوقت بالمعتقد دوا. محتاج افحص المعتقد دوا جاي منين، ومحتاج ادرك اني مش كل المواقف ينفع اعممها. في احداث حصلت، المشكله اللي بتحصل اني انا بعمم المعتقد، بعمم الخبره عن باقي على باقي حياتي. في معتقد كمان اللي اتكلمنا عنه من شويه، مش هطول عنه، اللي هو اخدته في السكه وانا بتكلم، المعتقد اللي بيؤدي للقلق والمخاوف، زي فكره اني حد اتاخر فهو متعرض لخطر، او اكيد في حاجه خطر حصلت ليه، وبيكون سببه في الغالب وخصوصا حاجة خاصة بناس قريبة مني، الأب الأم الإخوات أو العيلة، فبيأثر عليا. أو حدث زي ما قلت، حدث طبي، أني أنا حد معين كان بيشتكي من ألم بسيط خفيف عادي، وبعدين فوجئ بعد الوقت أن ده ألم أو مرض خطير جدا، فعندي خبرة أن أي ألم بحس بيه في جسمي هيؤدي للجزء دوا. كمان أني أنا اي حاجه ممكن تعرضني لخطر لا بلاش منها. يعني عندي مبدأ كده اللي هو ايه، يعني الخوف ده جزء مهم قوي ان انا اكون حي، او الخوف ده جزء كويس ان انا اكون سليم. والمثل بيقول من خاف سلم، فلا يعني خلي المبدأ العام ان الخوف بيحميني من الخطر، وده معتقد وانا همشي فيه. بس المعتقد ده هو بيعيشني طول الوقت في قلق ومخاوف كتيره جدا. وزي ما قلت لكم، الخبره اللي عديت بيها حقيقي كنت طول الوقت بعاني من موضوع القلق والخوف على اي حد بيتاخر، اي حد ما بيردش على التليفون بسرعه. حقيقي الموضوع مرهق جسديا ونفسيا قوي، ومرهق للاعصاب بطريقه صعبه. تاني، ان المعتقدات اللي عندي سبب أساسي اللي بيخليها بتأثر عليا، أو بتأثر بالسلب عليا كمان، إني أنا بعمم الخبرة الشخصية اللي حصلت لي أو اللي حصلت لحد تاني، بعممها على كل الأحداث. فكل الناس اللي بتتأخر هيتعرضوا لخطر، كل الناس بتكذب، كل الناس مش بتحبني، مفيش حد بيحب حد، كلهم كذابين، كلهم خاينين، هي الستات كلها ما بيعجبهاش العجب، الستات ونبدأ نعمم من خبرات شخصية بتاعتنا احنا بس. شريف يونان بيصبح علينا، صباح الخير يا شريف، يومك جميل، ويومك جميل ومليان بركة يا رب. المعتقدات دي زي ما قلنا بتعمل لنا البرنامج اللي بيخلينا من خلاله بنشوف الناس ازاي، وبنشوف نفسنا ازاي، وبنشوف الأحداث ازاي، وبنتعامل مع الأحداث بتحصل ازاي. في الرحلة النهاردة هدفها ان احنا نبص على المعتقدات بتاعتنا كده وننبش فيها شوية، ونشوف ايه اللي بيحصل، وايه المعتقدات اللي انا متحمس ليها او مقتنيها او محتفظ بيها، وبتعامل من ورا النافذة ومن ورا الشباك ده على الحياة حواليا. حلوة قوي ان انا ارجع وابص فيها تاني. هنطلع فاصل بسرعة جدا ونرجع لاخر معتقدات معانا علشان ننهي الحلقة بتاعتنا. اوعى تروحوا في اي مكان، باقي حاجات بسيطة جدا. واحنا ماشيين في الرحلة مهم نعرف نفسنا كويس، نعرف نقط ضعفنا ونطورها، ونقط قوتنا ونستخدمها. معاك في الرحلة هيساعدك تكتشفها. عندنا معتقد أخير هنختم بيه النهاردة. معتقد ده بيؤدي للاعتمادية، وإني أكون معتمد على علاقات معينة في حياتي، زي مثلا أنا ماليش قيمة، الناس اللي حواليا أهم مني، قيمتي في إني أخلي اللي حواليا سعيدة، أنا مش مشكلة. اوعى تاخد او اوعى تاخدي، الاخذ ده انانيه، لكن العطاء ده فقط اللي مسموح ان انا اكون بعمله. ما ينفعش ارفض لحد طلب مني حاجه ابدا، لا ممكن يزعل مني، فانا متاحه طول الوقت للناس. ما ينفعش احط حدود، لاني لما بحط حدود انا كده هخسر علاقات في حياتي. ما ينفعش اعبر عن مشاعري سواء بالسلب او الايجاب لاي حد، لاني انا ممكن وانا بعبر عن مشاعري اضايق الناس اللي حواليا.
وهكذا من أفكار ومعتقدات موجودة في ذهننا بتخلينا دايما تحت بند إني أنا عايش طول الوقت مستهلك ومستنزف إن أنا أرضي الناس اللي حواليا. ليه؟ لأني عندي معتقد إني أنا لو مش متاحة طول الوقت للناس، أنا لو مش طول الوقت الناس هي الأهم، أنا لو مش طول الوقت بسعد الناس اللي حواليا، لو أنا مش طول الوقت بهتم باللي حواليا وأنا رقم 20 و50 وممكن مش موجود أصلا، لو أنا طول الوقت مش بدي، فعندي المعتقد اللي بيقول إني أنا هبقى لوحدي، إني أنا مش هبقى مقبولة، إني أنا الناس هتسيبني وتمشي، إني أنا مش هيكون ليا حد معايا في الحياة، هعيش لوحدي. ده معتقد موجود. وزي ما قلنا إن المعتقد إيه بقى سبب المعتقد اللي عندي دوا؟ فبيخليني أعيش على المعتقد دوا، فأعيش طول الوقت أنا تحت بند أنا مستنزف في إرضاء الآخرين، بس عايز أرضي الآخرين، فأقدم كل التضحيات وأقدم كل الحاجات ومفيش حدود وطول الوقت أنا متاح، وأبدأ أستنزف طول الوقت لأني أنا خايف إن الناس دي تسيبني، خايف إني أكون لوحدي، لأني عندي معتقد بيقولي أنا لو ما عملتش دوا أنا هكون لوحدي. فواحدة من الحاجات السلوكيات اللي بتبدأ المعتقدات اللي عندي تأثر فيها إني أنا طول الوقت بحاول أرضاء الآخرين. حاجة كمان إني أنا عندي هوس الكمالية، إني أنا أكون طول الوقت كامل، إن طول الوقت ما ينفعش أعمل حاجة غلط، طول الوقت ما ينفعش إني تكون الحاجات اللي بعملها فيها عيب، لكن لازم تكون بيرفكت وما فيهاش أي حاجة غلط. وما فيش حاجة اسمها أعمل جزء صغير وتمام وأسقف لنفسي، لا، أعمل كل حاجة أو أنا فشلت أو أنا فاشل لأني أنا معرفتش أعمل كل حاجة. المعتقد ده بيخليني أنا طول الوقت مستنزف، طول الوقت بسعى ان انا اكون كامل، ولاني طول الوقت عمري ما هوصل للكمال، فاحس بالاحباط واحس بالفشل واحس بالخزي وعدم القيمه، لاني انا مش عارف اكون اوصل للكماليه دي. فيبدا عندي السلوك بقى، المشاعر اللي بتنتج عنها ان انا محبط، ان انا حاسس باحباط، حاسس ان ماليش قيمه، انا ماليش لازمه وهكذا. خوفي من اني انا افشل او اني انا اخد ستيب وما اعرفش اكملها، ده بيخليني اتجنب، فاخد سلوك ان انا بتجنب واقعد على جنب علشان انا مش هعرف اعمل ده، خايف ان انا ما اعرفش انجح، خايف اني انا اني المعتقد اللي عندي بيقول لي اني انا لو ما نجحتش هبقى اوحش انسان في الدنيا، يعني خلاص اروح بقى اغطي نفسي وادفن. انا اختار ان انا اتجنب افضل، فاتجنب اني انا احاول في محاولات جديده، اتجنب ان انا اخد خبرات جديده، اتجنب ادخل شغل جديد، اتجنب ان انا اخد تحدي جديد في حياتي، اذاكر حاجه جديده. ليه؟ لان انا خايف من التحدي دوا. المعتقدات المحوريه الجامده بتاثر علينا وبتشوه الواقع لو انا ما فحصتهاش. محتاج اني ارجع ابص للمعتقدات اللي عندي جت منين. انا عارفه اني لسه كان في كتير قوي للحلقه ولسه في كلام كتير قوي فيها، بس اشجعكم اني لو على الاقل نمشي في الكام معتقد اللي احنا سمعناهم في الحلقه النهارده، افحص المعتقدات بتاعتي جايه منين، ايه مصدرها، ليه أنا بفكر بالطريقة دي، ليه أنا بشعر بالشعور دوا، وليه أنا بسلك السلوك دوا. ده هيفرق معانا قوي في الرحلة بتاعتنا. الحلقتين دول مهمين جدا. الحلقة اللي فاتت بتاريخ يوم 12 موجودة في التعليقات اللي حابب يرجعها، وحلقة النهاردة المعتقدات وجاية منين وإيه مصدرها، وآخد بالي قوي من السوفت وير اللي أنا اتمليت بيه طول ما أنا بكبر وبنمو وسط الناس. الرحلة بتاعتنا كان فيها كتير وفيها خبرات كتير، خبراتنا وخبرات الناس حوالينا، وفيها المجتمع اللي احنا حواليه. محتاجين قوي ان احنا نرجع ونبص للمعتقدات دي ونفحصها علشان الرحلة بتاعتنا تكون أمتع وأفضل مع نفسنا، سواء في تعاملنا مع نفسنا أو تعاملنا مع الآخر أو حتى نظرتنا عن الله. لأني واحدة من الحاجات اللي مش يعني محتاجة حلقة لوحديها، بس ان الافكار المغلوطة والمعتقدات اللي اترسخت في اذهاننا عن ربنا محتاجين نرجع ليها تاني ونقراها تاني ونسمعها تاني. ولو اذن يعني وفي وقت لسه في العمر، يعني هعمل حلقة عن الافكار المغلوطة والمعتقدات المغلوطة عن الله اللي اتسستمت في دماغنا واتستفت من واحنا صغيرين وعايشين بيها واحنا مش واخدين بالنا.
يومكم جميل ويومكم حلو. اتمنى ليكم يوم يا رب مليان، حتى لو مليان تحديات ومليان صعوبات تقدروا تعدوه. اشوفكم يوم الاحد في صباح سما على راديو سما، ومعاك في الرحله مع جوني الحد الجاي ان شاء الله. يومكم جميل.